السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل جاتو. ان شاء الله يعجبكم ويبقى سهل وتقدروا تنفذوه باذن الله. حطيت تلت كوبايه ميه، حطيت 4 بيضات، حطيت شويه فانيليا، هحط معلقه محسن صغيره مليانه. هضرب الخليط حاجه بسيطه بس كده، وبعدين هحط عليه 400 جرام دي سبونج فانيليا. هقلبهم بس مع بعض حاجه بسيطه كده، وهضرب الخليط كويس معاه. طبعا بكون مجهزة الصينية بتاعتي. الصينية ديت الوسطانية بتاعت طقم البيت اللي هو العادي. انا كنت في فيديو بتاع جاتو، الفيديو اللي قبل اللي فات، كنت جايبة فيه مقاس الصينية بالظبط. تمام. اللي حابب يعرف مقاس الصينية بالظبط هينزل الفيديو اللي قبل ده، لا اللي قبله، هيلاقي فيه مقاس الصينية بالظبط. حطيته كده في قلب الصينية وهبدأ اوزعه بمعلقة. طبعا قبل ما اشتغل مسخنه الفرن على درجه حراره 180 او تخلي درجه الحراره متوسطه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ اوزع كويس الخليط بتاعي، وببدأ اخبطه كام خبطه كده بس، وبعد كده بدخله الفرن على درجه حراره 180 زي ما قلت لكم، او لو الفرن عالي عندكم خلي درجه الحراره وسط. لكل كوبايه كريمه زي ما قلنا كتير مع بعض، لكل كوبايه كريمه كوبايه ونص ميه. بحط معلقه لبن بودره، ولو عندي باستر كريم بحط، بس انا ما عنديش زي ما قلت لكم. لسه ما سافرتش. وبحط معلقه ونص سكر لو انتوا شايفين كده. معلقه بتبقى هرميه والمعلقه التانية بتبقى مستويه. تمام. بضرب بقى الخليط مع بعضه كده، وطبعا الاسبونج بتاعي بشتغل فيه على طول اهوت. طبعا ده تاني يوم له. بقشر من تحت وبقشر من فوق، وببدأ كده بالمنشار. المنشار على الحتة البلاستيك على طول. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. كده طلعت 3 طبقات اهوت، انا مش عايزة اكتر من 3 طبقات. طبعا انا زي ما قلت لكم ان انا عندي كذا نوع جاتو، 3 انواع جاتو. تمام. المقاسات مختلفة، واللي هو بالفاكهة والشوكولاتة لو حابين تشوفوه هتلاقوه تحت خالص في الفيديوهات. انا كنت عاملاه قريب، مش تحت خالص ولا حاجة، يعني قريب، يعني عملته كتير معاكم. ده بيبقى ارتفاع عالي. تمام. هو نفس كل حاجة، بس بيبقى 500 جرام بس. الفرق بين ده والتاني 500 جرام وفي الارتفاع. تمام. والعرض نفس العرض بتاع ده، 5 والتاني 5. تمام، 5 في 10 والتاني 5 في 10، بس اللي هو زي بتاع المحلات بقى بخليه 3.5 في 10. تمام. هنا ببدأ احط كده الاسبونج بتاعي. انا بسقيش الجاتو لان الجاتو اساسا ما بياخدش وقت طويل في الفرن، فبيبقى طري جدا ومش محتاج. ببدأ كده اوزع الكريمة بتاعتي. طبعا بحط طبقة حلوة كده معقولة، وبحط اخر طبقة. طبعا بقشر الارضية بتاعتها عشان ما تبقاش لونها غامق، يعني مش غامق، هو بيبقى لونه مختلف يعني عن بقية الاسبونج، فالاحسن ان احنا نشيلها. ببدأ اوسع الكريمة بتاعتي. هو الجاتو ده بياخد كوباية مليانة من الكريمة، ساعات بحتاج ربع كوباية كمان. تمام. يعني الروزيتات مش هيفض لها اصلا، فانا اصلا اليوم ده كنت شغالة فيه كذا شغل يعني، فهاخد شوية كريمة من الباقي يعني.
بس لو انتي ممكن تزودي ربع كوباية، ولو احتجتيها ما احتجتهاش بتحطها في التلاجة، او ما عندكيش شغل تاني يوم حطها في الفريزر وطلعيها عادي اضربها مع كريمة تانية. ما ينفعش نطلعها من الفريزر ونشتغل بها مباشر. ليه؟ عشان بيبقى فيها مطة. الكريمة ما بتتحط في الفريزر وتطلعها تشتغلي بها تاني، لازم تضربيها على كريمة جديدة. تمام، عشان ما تبقاش فيها المطة دي وتضايقك في الشغل. كده خلصت اهوت. ابدأ بس اشيل الزيادات كده، وهدخله الفريزر حوالي ساعة او ساعة ونص على حسب الوقت الموجود. في فيديو انا عملته، لو ما عندكيش مكان في الفريزر وعايز تعملي الجاتو، انا في فيديو عملته تحت. الفيديو اللي قبل ده على طول بتاع الجاتو. ما كانش برضو عندي مكان في الفريزر وحطيته في التلاجة يعني كنت مسقعه الاسبونج وكده، ومقادير الكريمه كانت مختلفه عن ديت، وكنت عاملاه وكان جميل جدا جدا والعميله بجد شكرت فيه. فمش شرط نحطه في الفريزر يعني، الا اذا يعني مضطرين ان احنا نحطه في الفريزر او كده. يعني ممكن نعمله من غير ما نحطه في الفريزر، بس هتعملوا الكريمه زي اللي في الفيديو بالظبط. لو حابين تشوفوها ترجعوا للفيديو اللي قبل كده. هنا بقى بدأت اجيب جيرو مانجا كده. هي طلبت مني ان انا اعمله كذا طعم، يعني مش طعم واحد ولا كده. فانا بقى هعمل لها كذا طعم زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم برضو على معلومه، ان الجيرو لو اتعرض للهواء بينشف. تمام، يعني انا كنت فاتحه في قلب الكيس ده، وعشان انا ما قفلتش العلبه كويس او العلبه مهويه، فنشفت اللي كان على الكيس وقفل الكيس. قبل كده برضو حصلت معايا برضو ان الكيس كان مفتوح وشويه منه نشف كده وبقى بننزل اللي بتكسره. فالاحسن ان احنا نقفل الكيس كويس. نقفل الكيس كويس قبل ما نحطه في التلاجة. هو الاحسن للجيلو ان هو يتحط في التلاجة، بس لو ما فيش مكان واحنا في الشتاء ممكن نحطه برا التلاجة، مفيش مشكلة. انما في الصيف لازم يتحط في التلاجة اكيد يعني. وحبيبتي اللي سألتني المحسن انا بعينه في التلاجة ولا برا التلاجة، انا بعينه برا التلاجة، مش بحطه في التلاجة خالص ولا في الفريزر، انا بحطه برا التلاجة. عاملة رف كده، بحط عليه حاجتي اللي مثلا مش مستاهله ان انا احطها في التلاجة. انما بالنسبه للكريسبيات والجيلوهات والكلام ده انا محتفظه بقى بالتلاجة عندي، يعني عشان مفيش اي حاجه يعني ايه تضرهم او كده. يعني بالنسبه مثلا درجه الحراره في المطبخ ممكن تسيح الكريسبات. الجيلوهات دي ممكن تخسر معايا لو مثلا سبتها بره من درجه حراره المطبخ، لان انا مطبخها حر، صيف شتا حر. فاضمن ليا يعني ان انا بحطه في التلاجة. تمام، الجيلوهات يعني، انما المحسن انا بسيبه بره عادي. هنا بقى ده طبعا انا كنت شغالة في تورتيه قبل ده، فكان فايت شوية كده جناش. فسيبته طبعا، كنت سايباه على جنب لحد ما برد جدا. فعملت بيه خطوط كده. ما ينفعش نعمل الخطوط ديت وهتثبت بالشكل ده والجناش يكون سايح. لازم الجناش يكون متماسك جدا وبارد، تقدري تعملي بيه الشكل ده. تمام، انا طبعا الشكل ده عملته معاكم في الفيديو اللي قبل ده بتاع الجاتو. عبارة عن دوائر كده بعملها بالجناش، بيبقى شكلها جميل جدا بعد التقطيع. طبعا عملت معاكم الجاتو باشكال كتير وان شاء الله القناة تكون مفيدة لكم تقدروا تستفادوا منها. تمام، شايفين كده انا بقطع 5 سنتي. بعلم بس كده وبعد كده هقطع. تمام، هيبقى 5 في 10، بس في جهة هتبقى 11. لو انا حابة اشيل الزيادة مفيش مشكلة اشيلها عادي، مش حابة خلاص. انا ساعات بسيبها والله يعني، مفيش مشكلة يعني. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ اقطع.
هي الصينية دي بتطلع لي 12 قطعة بالظبط بالظبط، مفيش يعني زيادات خالص غير الطروف اللي انا بشتغلها ديت عشان شكل الجاتو بس يبقى كويس من بره. طبعا الجاتو بتاعي خد تسقيع شوية حلوين زي ما انتم شايفين كده. القطعة دي بس اللي بتطلع زيادة، ممكن اطلع حوالي سنتي من جهة كمان، بس انا بحب اسيبه يعني. هنا زي ما انتم شايفين كده هقطع 10 سنتي و10 سنتي. هنشوف شكل الخرطة معانا. طبعا كل مرة بمسح فيها السكين بقطع بمسح فيها السكينة، لازم أنا امسح السكينة قبل القطعة اللي بعدها. تمام. بدأت كده اخد شوية كريمة وهبدأ اعمل روزيتات بتاعتي الشكل بقى اللي انت تحبيه واللي انت عايزاه. هنا لقيت جزء كده مش مظبوط شيلته عشان اساوي الطرف يعني. ببدأ كده اعمل روزيتات زي ما انتم شايفين. طبعا هو الاحسن ان احنا ندخلها الفريزر بعد ما نحط الجيلوهات وبعد كده نبقى نقطع. بس انا بصراحة كنت عايزة اخلص عشان احطه في التلاجة بقى واسيبه براحته ياخد ودي كده مع الكريمة ويبقى طعمه احلى. انا دايما بحب اخلص شغلي بدري واحط الحاجة بتاعتي في التلاجة تاخد تسقية كويس قبل ما تروح للعميل. هنا بقى عندي ورق ترانسفير، اي شكل عندك بقى اعمليه وحطيه، مش عايزة تحطي هو كده كفاية قوي، ممكن تمشي عليه باي لون جيلو وخلاص يعني مفيش مشكلة. بحط بقى اي اشكال كده زي ما انا عايزة. قلوب بقى اشكال اطفال اي حاجة. العلبة ديت انا دايما بعمل فيها ورق ترانسفير قبلها بيوم قبلها بيومين وبحطها في التلاجة، بحتفظ بيه في التلاجة مش في الفريزر. لو في الفريزر هتطلعيه هتلاقيه ساح معاكي والالوان اللي عليه بتقوم باهتة كده وبايظة، انما لما تسيبيه بقى تحطيه في التلاجة احسن يعني. بدأت كده احط كريسبي بقى. انا طبعا شارك كريسبات كتير طبعا وريتكم فيديو المشتريات اللي حابب يتفرج عليها هتلاقيه تحت. ببدأ بقى اي لون كريسبي بحطه كده. طبعا دول انا مليت العلب اللي انا كنت موريها لكم دي وقلت لكم ان انا هحط فيها كريسبي وشويه بقى فاضوا كده حطيتهم في العلب الصغيره ديت. اخلص دول الاول وبعدين اخد من الطوال. ده كريسبي ابيض. هنبدأ بقى نحط في العلبة، اشيل بس الحاجة كده واحطهم في العلبة. هنا بقى عندي كده هو مش كريسبي، هو عامل زي الشوكولاتة المبشورة كده بس صغيرة. بدأت كده احط حاجات بسيطة منها كده يعني كتغيير بشكل يعني انا دايما بحب اغير شوية حتى لو حاجة بسيطة. هبدأ كده اشيل الخرطة واحطها في قلب العلبة. شايفين طبعا حجم الخرطة حلو يعني مش صغيرة ولا حاجة. طبعا انا بحب اشكل العلبة، مبحبش احط كل لون جنب بعضه كده لأ، بحب اشكل العلبة بتاعتي عشان يبقى شكلها حلو لما اجي اصورها او كده يبقى شكلها حلو. وحابة اقول لكم انا على الصفحة بتاعتي او جروب بحب انزل فيديوهات، مش بحب انزل صور بس. انا بنزل فيديو للجاتو فيديو للتورتة بصوره كده يعني باخد مقطع من المقاطع بتاعت الفيديو ديت المقطع مثلا الاخير او كده
وبظبطه كده واحط مثلا عليه نغمة وانزله، او من غير نغمة خالص مفيش مشكلة يعني، وبنزله كده بيبقى افضل. العميل شايف الشغل كويس، شايف شغله قدامه، يقدر ان هو يحدد شكل التورتاية اذا كانت كبيرة ولا صغيرة، الجاتوه صغير ولا كبير يعني. بحس ان كده افضل، لان طبعا مهما تصوري هو مش شايف شكلها، الصورة ما بتجيبش الشكل التورتيه كامل او الجاتوه كامل او كده. تمام. زي ما انتوا شايفين كده شكل الجاتوه بتاعي.